4 السيد اللواء عبد الرحمن الصادق الصديق المهدي. 2 يسري هذا المرسوم من تاريخ التوقيع عليه المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية. شكرا سلام. شكرا الأخ الدكتور. طبعا بالتسلسل الطبيعي إن شاء الله نمشي للحكومة الوفاق الوطني، ونبدأ إن شاء الله بالوزراء الاتحاديين. وزي ما ذكرنا احنا ثابتين في العدد بتاعنا في الوزراء الاتحاديين كما هم 31 وزارة إن شاء الله. رئاسة الجمهورية عملا بأحكام المادتين 58 1 ج و70 2 من دستور جمهورية السودان الانتقالي سنة 2000 تعديلات 2016، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي أصدر المرسوم الآتي نصا: يعين السادة أسمائهم وزراء للوزارات المبينة قرين كل منهم: 1 السيد الدكتور فضل عبد الله فضل البحر وزير شؤون رئاسة الجمهورية. 2 السيد أحمد سعد عمر خضر وزارة رئاسة مجلس الوزراء. السيد الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزارة ديوان الحكم الاتحادي. السيد فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزارة الدفاع. السيد فريق شرطة دكتور حامد منان محمد المرغني وزارة الداخلية. السيد بروفيسور إبراهيم أحمد عبد العزيز غندور وزارة الخارجية. السيد بروفيسور أبو بكر حمد عبد الرحيم وزارة العدل. السيد دكتور أحمد بلال عثمان وزارة الإعلام. السيد فريق دكتور محمد عثمان سليمان الركابي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. السيد دكتور عبد اللطيف أحمد محمد الرجيمي وزارة الزراعة والغابات. السيد دكتور السيد دكتور موسى محمد أحمد كرامة حامد وزارة الصناعة. السيد دكتور عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وزارة النفط والغاز. السيد معتز موسى محمد سالم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء. السيد بشارة جمعة أرو وزارة الثروة الحيوانية. السيد مبارك الفاضل المهدي وزارة الاستثمار. السيد مهندس مكاو محمد عوض وزارة النقل والطرق والجسور. البروفيسور هاشم علي محمد سالم وزارة المعادن. السيد حاتم السير علي وزارة التجارة. السيد السفير إدريس سليمان يوسف مصطفى وزارة التعاون الدولي. السيد دكتور حسن عبد القادر هلال وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية. السيد دكتور محمد الزيد مصطفى وزارة السياحة والآثار والحياة البرية. السيدة آسيا محمد عبد الله إدريس وزارة التربية والتعليم. السيدة بروفيسور سمية محمد أحمد أبو كشوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. السيد الطيب حسن بدوي وزارة الثقافة. السيد أبو بكر عثمان إبراهيم وزارة الإرشاد والأوقاف. السيدة مشاعر أحمد الأمين الدولب وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية. السيد بحر إدريس أبقرد أبو القاسم وزارة الصحة. السيد دكتور أحمد بابكر نهار وزارة العمل والإصلاح الإداري. السيد دكتور الصادق الهادي المهدي وزارة تنمية الموارد البشرية. السيد دكتور عبد الكريم موسى عبد الكريم وزارة الشباب والرياضة. السيد دكتورة تهاني عبد الله عطية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. عدد مظبوط يا اخوان 31. في زول كان بيعد؟ طيب نمشي ان شاء الله ايضا لوزراء الدولة. وزي ما ذكرنا النسب كانت محفوظة، انك ربما تلحظون في وزراء الدولة تجدوا بعض الزيادة، لكن هي زيادة مقدور عليها بدون ما ننشئ وزارة، لكن أضفنا بعض الوزارات أو بعض وزراء الدولة حتى إنه نستوعب هذا الكم من الإخوة المشاركين إن شاء الله. رئاسة الجمهورية عملا بأحكام المادتين 58 1 ج و70 6 من دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005 تعديل لسنة 2016، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي أصدر المرسوم الآتي نصا: يعين السادة الآتي أسمائهم وزراء دولة للوزارات المبينة قرين كل منهم: 1 السيد الدكتور الرشيد هارون آدم وزارة شؤون رئاسة الجمهورية. السيد جمال محمود إبراهيم برهوم
وزارة رئاسة مجلس الوزراء. السيد طارق توفيق محمد، وزارة رئاسة مجلس الوزراء. السيد عثمان أحمد فضل واش، وزارة رئاسة مجلس الوزراء. السيد أبو القاسم إمام الحاج آدم، وزارة ديوان الحكم الاتحادي. السيد لواء ركن معاش عمران يحيى يونس، وزارة ديوان الحكم الاتحادي. السيد فريق ركن علي محمد سالم، وزارة الدفاع. السيد بابكر أحمد الأمين دقنة، وزارة الداخلية. السيد السفير عطا المنان بخيل، وزارة الخارجية. السيد حامد محمد النور أحمد ممتاز، وزارة الخارجية. السيدة تهاني علي محمد تور الدبة، وزارة العدل. السيد ياسر يوسف إبراهيم، وزارة الإعلام. السيد الدكتور عبد الرحمن محمد ضرار، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. السيد مجدي حسن محمد ياسين، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. السيد مهندس الصادق فضل الله صباح الخير، وزارة الزراعة والغابات. السيد صبر الدوبخيت أحمد، وزارة الزراعة والغابات. السيد الدكتور عبد داوود سليمان، وزارة الصناعة. السيد مهندس حمزة يوسف، وزارة النفط والغاز. السيد الدكتورة تابيتا بطل الشوكاي، وزارة الموارد المائية والري والكهرباء. السيد الدكتور مبروك مبارك سليم، وزارة الثروة الحيوانية. السيد جلال الدين رابح أحمد البشير، وزارة الثروة الحيوانية. السيد أسامة فيصل علي السيد، وزارة الاستثمار. السيد مهندس حامد محمود وكيل علي، وزارة النقل والطرق والجسور. السيد مهندس إبراهيم يوسف محمد عبد الله بنج، وزارة النقل والطرق والجسور. السيد وشيخ محمد أحمد طاهر، وزارة المعادن. السيد الصادق محمد علي حسب الرسول، وزارة التجارة. السيدة دكتورة سمية إدريس عثمان أكد، وزارة التعاون الدولي. السيد حسين إبراهيم يوسف الهندي، وزارة التعاون الدولي. السيد عبود جابر سعيد، وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية. السيد عادل حامد موسى دقلو، وزارة السياحة والآثار والحياة البرية. السيد عبد الحفيظ الصادق عبد الرحيم، وزارة التربية والتعليم. السيد بروفيسور التيجاني مصطفى محمد صالح، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. السيد مصطفى محمد أحمد تيراب، وزارة الثقافة. السيد حسب الرسول أحمد الشيخ بدر، وزارة الثقافة. السيد نزار الجيلي المكاشفي، وزارة الإرشاد والأوقاف. السيد دكتور أحمد عبد الجليل النزير الكاروري، وزارة الإرشاد والأوقاف. السيد إبراهيم عادم إبراهيم، وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية. السيدة دكتورة فردوس عبد الرحمن يوسف، وزارة الصحة. السيد دكتور خالد حسن إبراهيم، وزارة العمل والإصلاح الإداري. السيد دكتورة آمنة محمد صالح ضرار، وزارة العمل والإصلاح الإداري. السيد الطاهر عبد الرحمن بحر الدين، وزارة تنمية الموارد البشرية. السيد سراج الدين علي حامد، وزارة تنمية الموارد البشرية. السيد الدكتور مصطفى أحمد محمود عبد الله، وزارة الشباب والرياضة. السيد إبراهيم أحمد محمد عثمان المرغني، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. أيضا إن شاء الله ندي فرصة للأخ دكتور فضل